كده يا حبايبي بقى خلصنا الاكل بتاعنا. البانيه اهوت ما شاء الله، والبطاطس المهروسه ريحتها كده جميله بالبقدونس. خلصنا الاكل بقى كده بتاعنا، يلا ندخل بقى في الفيديو ونشوف عملنا الكلام ده كله ازاي. قبل ما ندخل في الفيديو حط اللايك، ويلا نسمي بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معايا هنا قطع بانيه، هنعمل بقى كده بانيه صدور على بانيه وراك. بصي دي وراك مخلية كده بيبقى طعمها جميل قوي في البانيه. قبل ما نبدأ نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونقول لحبايبنا اشتركوا في القناة واعملوا لايك، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر. معايا هنا بقى لتتبيلة البانيه، تتبيلة سهلة خالص وبسيطة وجميلة وبتديها طعم حلو قوي وطراوة. هننزل في الكبة كده بطماطمية وسط، قرن فلفل حسب الرغبة بقى، اللي عاوز كده حراق يحط، اللي عاوز وسط، وبصلاية. هنحط عليهم بقى البهارات، نص معلقة فلفل اسود، دي حتة هريسة شطة صغيرة عشان تخليها سبايسي شوية، نص معلقة كمون ونص معلقة فلفل اسود. الخلطة دي جميلة قوي للبانيه، هتديله طعم تحفة ولون احمر جميل. هنضرب الكلام ده كله في الكبة. هننزل بالخلطة هيت في البولة معانا، هنتبل بقى فيها البانيه. بصي ما شاء الله ريحتها جميلة جدا. هننزل بقى عليها ببيضة، على الخلطة اللي عملناها دي ببيضة، وهنخلطهم كويس مع بعض. هنخلط الخلطة دي كويس في البيضة، هنيجي ننزلنا عليها بقى بقطع البانيه لحد ما يتشرب بقى منها كده. ويا سلام بقى الخطوة دي لو تركنيها بقى ساعتين ولا حاجة في التلاجة. هنقلب بقى كويس، هنحط الكمية كلها. بس ما شاء الله هنركنها بقى كده ايه في التلاجة. ومعايا بقى بطاطس غسلاها كويس، هنقطعها بقى عشان نسلقها. نحط لها معلقة ملح صغيرة في السليق كده عشان يبقى طعمها حلو. حطيت بقى البطاطس على النار بتتسلق، والبانيه في التلاجة، ومعايا هنا بطاطا ما شاء الله حجمها جميل جدا اهيت. هقشرها بقى، وهنعمل صينية بطاطا كده في الفرن باللبن، بيكون طعمها جميل قوي. الحجم ده لو شويته هياخد فترة في السوا جامد كتير،
فهقشرها بقى واعملها كده ترانشات حلوة، بتبقى جميلة جدا في الشتاء بقى. تقشرها بالطريقة دي بقى وتحطها في صينية كده، معلقة جوز الهند، معلقة مكسرات الموجود عندك، معلقة سمنة بلدي عليها بقى بتديها طعم خطير. بالقشرة بقى بسرعة كده بتطلعها رقيقة وجميلة. خلصت بقى الكمية كلها. هقطعها بقى كده في الصينية اللي هعمل فيها. هرصها في الصينية بقى بالطريقة دي كده. بس ما شاء الله خلصت الكمية كلها. هننزل عليها بقى كده حوالي 3 معالق سكر حسب نوع البطاطا، لو مسكرة ما تكتريش سكر كتير، لو ما فيهاش سكر كتير نضيف لها بقى عشان ما تبقاش ايه كده عدبة. السكر ده حسب الرغبة وحسب ايه ما انت ما بتاكلي. معلقة جوز الهند دي مش سكر هنضيفها عليها. هنضيف لها بقى اللبن وهنقفل عليها شوية جوز الهند كمان. هنقفل عليها بقى ونحطها في الفرن على نار هادية، وما تستوي هنديها وش من فوق عشان جوز الهند ما يتحرقش معانا. هنزل بقى كده حوالي عليها بمج ونص لبن او مجين لبن، بيطريها وبيخلي طعمها جميل. واللي بيخليها اجمل بقى واجمل معلقة السمنة البلدي. بصي ما شاء الله. هندخلها في الفرن بقى كده ونحط عليها ورقة فويل من فوق عشان تضغط البخار معانا. هتاخد بقى فترة في السوا شوية عشان حجم البطاطا معايا كبير. بس ما شاء الله جميلة جدا اهي. ما تنسيش لايك بقى لصينية البطاطا دي. خلصت بقى البطاطا وهتبل وهعمل البانيه في الفيجيتار وزيت سخن بقى كده، وهننزل على طول ان شاء الله اما نخلص الكمية معانا. نضغط عليه كده عشان يعمل طبقة كفر من فوق.